ليس المهم مقدار المال اللي هتجنيه، ولكن مقدار المال اللي هتقدر تحافظ عليه، والامتى هتقدر تحافظ عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام أسامة وأنت بتتفرج على قناة فهمني. فكرة القناة إن أنا أقرأ كتاب وأفهمه بحيث إن أنا أوصل لك تجربة أشخاص وصلوا لمكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. الدرس الخامس يا صديقي من كتاب الأب الغني والأب الفقير للكاتب الجميل روبرت كيوساكي. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نصايح أبو مايك وإزاي اصطحبهم للحديقة وإداهم أعظم الدروس اللي استفادوا منه حرفيا وقدروا يعملوا أول مشروع ليهم وينجح. فلو ما شفتش الحلقة ديت فايتك كتير. والنهارده حلقة دسمة جدا هتكتشف فيها إنك للأسف بتشتري الخصوم وفاكر إنها أصول واستثمارات، مع ان في النهايه هي التزام عليك. فيلا حضر كوب قهوه وصلي على النبي وندخل في المفيد. في عام 1990 تولى مايك امبراطوريه والده اللي سابها له، وكان بيديرها بطريقه افضل من اللي كان بيديرها ابوه، وحقق منها ثروه كبيره. وفي سنه 1994 قرر روبرت هو وزوجته ان هم يتقاعدوا عن العمل، وكان عمره 47 سنه وزوجته 37 سنه. ومش معنى يا صديقي ان هو يتقاعد عن العمل يعني خلاص الشغل يقف، ولكن قدروا يجمعوا ثروه تجيب لهم فلوس من غير ما يشتغلوا، بالاضافه ان فلوسهم ديت في زياده وسابقه التضخم بخطوات. يعني لو حصل اي مشكله في الاقتصاد هم في امان. طيب انا بحكي لك الكلام ده ليه؟ هقول لك. في سنه 1923 اجتمع اغنى رجال الاعمال في فندق بشيكاغو، والسنه دي كانت بتسبق انهيار الاسواق والكساد العظيم اللي حصل سنه 1929 واللي كان مسؤول عن انهيار شركات كتيره. وبعد 25 سنه من الاجتماع دوت كبار القاده دول انتهى بيهم الحال لمصير مأساوي، في منهم اللي فلس وفي منهم اللي اصبح مجنون وفي منهم اللي دخل السجن. طب ليه حصل ده كله؟ بص احنا عايشين في عصر التغيرات، كل يوم بتحصل حاجه مختلفه عن اليوم اللي قبله. شركات بتقوم وشركات بتقع وشركات بتفلس. في ناس بتهتم ان هم يزودوا المال اللي معاهم وبيتخيلوا ان المال هو الحل لكل مشاكلهم، وفي الاخر بيخسروا كل شيء. وفي ناس بتهتم ان هم يزودوا من ثقافتهم الماليه اللي بتخليهم ينتقلوا من مرحله ثراء لثراء اكبر مهما حصل من تغيرات. القاعده اللي عايزك تعرفها ان الذكاء هو الحل لكل المشكلات وهو اللي بيجلب المال، اما المال المفتقر للذكاء فهو مال سينتهي سريعا. وما تفكرش ان المال اللي هتحصل عليه هو اهم شيء، ولكن الاهم انك تحافظ على المال ده لفتره اكبر. ما سالتش نفسك مره ايه اللي يخلي بعض الناس كانوا فقراء وبقوا اغنياء وبعدين عادوا للفقر ثم الغنى مره اخرى، وفي ناس كان معاهم ملايين ودلوقتي مفلسين وعليهم ديون كتيره؟ طب ايه السبب والحل دوت؟ والسبب يا صديقي هو افتقارك للمعرفه الماليه. لازم تثقف نفسك ماليا من ناحيه ادارتك للفلوس. واحد هيقول لي يعني ايه ثقافه ماليه اصلا؟ هقول لك الفلوس اللي بتدخل لك بتعمل بيها ايه؟ وايه الخطط اللي انت ماشي عليها؟ اللي بتصرفه قد ايه وبتقدر تحوش قد ايه؟ وبتقدر تشغل فلوسك اللي عينها في ايه وبتستثمرها في ايه؟ وهل هي بتحقق لك مكاسب اكتر؟ بمعنى اصح بتقدر تدير الفلوس اللي بتدخل لك ازاي؟ فلو ما بتقدرش تدير فلوسك دي صح بتبدا تتعلم ازاي تديرها. هتقول لي ايه الكلام الكبير دوت؟ ما في ناس بتفتح مشاريع وربنا بيزيدها وما بيبصوش للكلام دوت. طب بالراحه كده. دلوقتي لو انت عاوز تبني عماره، اول حاجه بتعمل ايه؟ بتبدا تحفر على عمق كبير وتحط اساس قوي وتبني العماره. طب دلوقتي ما حفرتش على عمق كبير ولا حطيت اساس قوي، فاللي هيحصل اكيد العماره هتقع في يوم من الايام. اهو ده اللي بحاول افهمه لك. ما عندكش وعي ولا ثقافه ماليه ومعتمدين على اللي احنا اتعلمناه سواء في المدرسه او في الحياه العاديه. تعال اوضح لك على حاجه ممكن تكون غايبه عنك، ودي البدايه اللي هتغير تفكيرك. تعرف ان الاثرياء بيمتلكوا الاصول بينما الفقراء والطبقه الوسطى فيمتلكون الخصوم وبيعتقدوا انها اصول. طب ازاي؟ ركز في الكلام اللي بقوله لك ده واركن المحاسبه على جنب. بص يا صديقي، معنى الاصول ان الاشياء اللي انت بتمتلكها واللي هتدخل جيبك ده فده هيظهر في جانب الاصول. اما الخصوم فهي الفلوس اللي عليك والفلوس اللي هتخرج من جيبك، وده هيظهر في جانب الالتزامات. فنفهم ان انا لو عاوز اغير وضع المالي للافضل فلازم احاول اشتري الاصول، ولو انا حابب اكون فقير فببساطه جدا هشتري الخصوم. تعالى بقى اقنعك بالكلام ده، وده اللي قاله روبرت. لو جينا افترضنا دلوقتي انك اشتريت شقه بالقسط هتعيش فيها وقمت مشتري عربيه بالقسط، ده يعتبر استثمار ولا التزام؟ هتقول لي يعتبر استثمار. هقول لك لا يا صديقي، ده التزام لانك لسه ما امتلكتهاش، فبالتالي هي التزام عليك. طب خلاص سددت فلوسهم كده هيبقى استثمار واصول عندي؟ هقول لك لا برضه. عارف ليه؟ لان الشقه اللي انت اشتريتها وقعدت فيها والعربيه محتاجين مصاريف دايما، فهنا هتاخد مني فلوس مش هتديني فلوس، وده بعيدا عن انها بتوفر لي سكن وامان. انا بتكلم دلوقتي في استثمار ووضع مالي. هتيجي دلوقتي تقول لي دي شقتي وسعرها بيزيد وهيدخل لي فلوس،
فلوس والعربيه بقت ملكي. هقول لك طول ما انت ما بعتهمش ودخلوا لك فلوس فهم ما زالوا في جانب الالتزام، لانك لسه بتصرف عليهم صيانه وغيره، ففي فلوس طالعه من جيبك. اما بقى لو جيت اجرت الشقه ديت وشغلت العربيه ودخلوا لك فلوس، فبكده هنقدر نقول ان هم في جانب الاصول. فكتير مننا بيشتري حاجات كتيره وبيفتكر انها ملكه في جانب الاصول، ولو جيت قعدت مع نفسك كده ورقه وقلم هتلاقي ان جانب الاصول يكاد يكون صفر، او ان الالتزامات اللي عليا اكتر من الاصول اللي عندي والفلوس اللي بتدخل لي. انا عارف ان الموضوع لف شويه وغير اللي احنا عارفينه، بس صدقني لما تعرف تفرق ما بين الاصول والخصوم صح، تفكيرك وكل حاجه هتتغير، لانك هتحاول تزود جانب الاصول وتقلل جانب الالتزام. وده هيحصل انك اول حاجه تعملها انك تحاول تسدد كل الديون اللي عليك وتفوق لنفسك. في مقوله جميله جدا بتقول: اذا وجدت انك قد حفرت لنفسك حفره فتوقف عن اكمال الحفر. يعني انت وقعت في ديون خلاص بقى ما تكملش وما توقعش نفسك في ديون اكتر. حاول تقفل الباب دوت وتتعلم وتستثمر في نفسك، لان ده هو اللي هيغير كل حاجه حواليك. وبالمناسبه تعرف ان اليابانيين على علم بثلاث قوة، وهم قوه السيف وقوه الجوهر وقوه المرايا. وركز معايا، قوه السيف ودي ترمز للقوه. امريكا انفقت تريليونات الدولارات على الاسلحه عشان تبقى اقوى دوله عسكريه في العالم، واحنا طبعا شايفين الكلام ده دلوقتي. اما قوه الجوهر فدي ترمز لقوه المال، فمن يحوز المال هو من يضع القواعد. فبنشوف دايما ان الدائن هو اللي بيحط شروط، فانت لو دايما حطيت في دماغك السلف والقروض فانت مسير ومجبور تنفذ المطلوب منك. اما بقى قوه المرايا فترمز لقوه المعرفه بالذات، ودي طبعا الكنز الاعظم لانها بتعرفك ذاتك وتحاول تغير منها للاحسن. ولو جيت بصيت هتلاقي ان ربنا خلق كل حاجه وسخرها ليك، فازاي مش عارف قيمه نفسك؟ اللي خد خطوه وغير حياته مش احسن منك في حاجه، بس احنا اللي بنفكر غلط. عارف ليه؟ لو جيت بصيت هتلاقي نفسك بتدفع فلوس في حاجات كتير زي الهدوم والاكل والمشروبات وغيرها، ولما يجي لك فرصه انك تدفع فلوس عشان تاخد كورس هتستفاد بيه فهتلاقيك بتقول انا مش مهتم ومش فاضي. فطول ما انت ما بتستثمرش في نفسك فاقبل باي شيء. الفكره اللي بحاول اوصلها لك انك لازم يكون عندك ثقافه ماليه، وما تخشش مجال الا وانت دارسه وفاهمه جدا، مش مجرد ان ده بيجيب فلوس بسرعه اجري عليه. لازم اكون فاهم في المجال اللي انا داخل فيه او حتى استعين بحد فاهم في المجال ده. ولازم تستثمر في نفسك جدا وتستثمر في وقتك، وتحاول تفرق ما بين الاصول والخصوم، وتشتري الاصول ما تشتريش الخصوم. فخليك دايما فاكر ان الاثرياء بيشتروا الاصول، اما الفقراء والطبقه الوسطى فبيشتروا الخصوم وفاكرين انها اصول. ومن هنا انتهت حلقتنا يا صديقي، ومستنيك في الحلقه اللي جايه اللي هتتعرف على اكبر الشركات وازاي قدرت توصل وتحقق المكانه اللي موجوده فيها حاليا. مستنيك بقى في الحلقه اللي جايه، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.